لو كل سنة الدراسة بتبدأ عندك بنفس السيناريو، زحمة وطلبات ناقصة، بيت مقلوب وأعصاب مشدودة من أول أسبوع، فممكن تكون المشكلة دي مش في الدراسة أصلا. في أمهات بتدخل موسم الدراسة وكأنها داخلة معركة، وفي أمهات تانية مهما كان عندها أولاد وطلبات ومسؤوليات بتحس إن الدنيا عندها ماشية بهدوء غريب. والنهاردة أنا مش هقولك اعملي جدول مثالي، ولا هقولك لازم تصحي الساعة 5 الصبح وتعملي مليون حاجة. أنا عايزاكي تشوفي 10 حاجات بسيطة جدا، لكن الفرق الحقيقي إن الأم الهادية بتعملهم قبل ما تبدأ الزحمة. والأغرب إن آخر حاجة في الفيديو ممكن تكون هي أكتر حاجة بتفرق في هدوء البيت كله، ومش مرتبطة بالدراسة أصلا. فخليكي للآخر، لأننا مش بنجهز أولادنا للدراسة بس، احنا بنجهز البيت نفسه إنه يستقبل موسم جديد من غير ما يستنزفنا. أول حاجة، ليه لازم تبتدي بالبيت قبل ما تبدأي بالدراسة؟ أول حاجة، بصي حواليكي. لو البيت أصلا مليان حاجات متراكمة، أدراج مش مرتبة، وهدوم ملهاش مكان، ومكتب الدراسة عليه حاجات من كل نوع، فأول أسبوع دراسة هيزود الفوضى أضعاف. وعشان كده قبل الدراسة مش مطلوب منك تعملي تنظيف عميق للبيت كله، اعملي حاجة أذكى. اختاري المكان اللي هتتأثر بيه الدراسة أكتر: مدخل البيت، غرف الأولاد، المكتب، المطبخ والحمام. رتبيهم وخلي كل حاجة في مكان واضح، لأن لما الحاجة يكون ليها مكان الطفل نفسه يبدأ يتعلم يرجعها مكانها. وبدل ما كل يوم تقضي وقتك في مين حط ده هنا، البيت يبدأ يشتغل بنظام أبسط. وتاني حاجة، ليه بنشتري كل حاجة مرة واحدة؟ مش دايما بتكون فكرة ذكية. من أكتر الأخطاء اللي بتحصل قبل الدراسة إننا نتحمس نشتري كل حاجة: أقلام كتير وكراسات وأدوات، علب وأزايز، وبعدها نكتشف إن عندنا حاجات أصلا موجودة في البيت. قبل ما تشتري افتحي الأدراج، اعملي قائمة ب3 خانات: موجود وناقص ولازم يتجاب. الحركة دي هتوفر فلوس ووقت، وهتمنعك من ان انت تشتري حاجات مش محتاجاها. الأهم انك مش هتدخلي موسم الدراسة وانت حاسة ان البيت اتقلب لمخزن أدوات مدرسية. تالت حاجة، ليه مكان الدراسة أهم من كمية الأدوات؟ مش لازم يكون عند ابنك مكتب غالي أو غرفة مثالية، المهم يكون عنده مكان واضح للدراسة، مكان فيه إضاءة كويسة وكرسي مناسب والأدوات الأساسية قريبة منه. لأن الطفل لما كل مرة يبدأ مذاكرة ويقعد يدور على القلم أو الكتاب أو المسطرة، جزء من طاقته بيروح قبل ما يبدأ أصلا. اعملي صندوق أو درج بسيط للأدوات اليومية: قلم هنا، المسطرة هنا، والكراسات هنا، والكتب اللي بتستخدميها باستمرار في مكان قريب. الهدف هنا مش ان المكان يبقى جميل للصور، الهدف انه يبقى عملي. رابع حاجة، ليه لازم تجهزي ملابس المدرسة قبلها؟ دي حاجة صغيرة جدا لكنها بتوفر كمية اعصاب رهيبة. قبل اول اسبوع شوفي الملابس، ايه اللي لسه مناسب، وايه اللي محتاج غسيل، وايه اللي محتاج اصلاح، ايه اللي ناقص. وما تستنيش اول يوم مدرسة عشان تكتشفي ان اللبس محتاج يتكوي، او ان فردة الشراب التانية اختفت في ظروف غامضة. اعملي مجموعة ملابس جاهزة للأيام الأولى، مش لازم ترتبي 30 طقم، لكن خلي عندك اختيارات واضحة وسهلة. كل ما قل عدد القرارات الصبح قل التوتر. خامس حاجة، ليه الفطار أهم من اللي احنا فاكرينه؟ مش هقولك تعملي فطار فخم كل يوم، بالعكس، خلي عندك مجموعة اختيارات سهلة تقدري تجهزيها بسرعة. مثلا سندوتشات بسيطة، فاكهة، زبادي، بيض أو جبنة، حاجات الطفل بيحبها وممكن تتحضر بسهولة. والأهم إنك ما تدخليش الصبح كل يوم في سؤال: هعمل ايه النهاردة؟ لأن السؤال البسيط ده لما يتكرر مع مليون مسؤولية بيعمل ضغط. عايزاكي تجهزي قائمة صغيرة لفطور المدرسة، وخلي عندك بدائل. مش لازم كل يوم يبقى مختلف، لازم كل يوم يبقى أسهل. سادس حاجة، ليه شنطة المدرسة لازم تتجهز بالليل؟ دي من الحاجات اللي ممكن تغير شكل الصبح بالكامل. بدل ما الصبح يبدأ بفين الكتاب، فين الكراسة، مين شال القلم، فين الإزازة المية. عايزاكي تخلي تجهيز الشنطة جزء من روتين المساء،
قبل النوم الكتب تدخل والكراسات تدخل، الأدوات تتراجع، وإزازة المية تتجهز، والشنطة تتحط في مكانها. والأجمل إنك تخلي الطفل يشارك في الموضوع، مش كل حاجة تعمليها انت، لأن الهدف مش إنك تشتغلي بدل أولادك، الهدف إنك تعلميهم يعتمدوا على نفسهم. ونيجي بقى لسابع حاجة، ليه النوم أهم من أي جدول مذاكرة؟ ممكن تكوني مجهزة البيت كله، لكن لو النوم متلخبط أول أسبوع دراسة هيكون صعب جدا. وعلشان كده قبل الدراسة بفترة ابدأي رجعي مواعيد النوم تدريجيا، مش لازم فجأة تقولي من بكرة هننام الساعة 8. الجسم مش مكنة. قدمي المواعيد شوية شوية، وخلي آخر جزء من الليل أهدى، إضاءة أقل، شاشات أقل، كلام أقل، وتجهيز بسيط لليوم اللي بعده، لأن الطفل اللي داخل يومه وهو مرهق مش هيستفاد من أفضل جدول في العالم. وتامن حاجة، ليه لازم تعملي ركن صغير للورق والمواعيد؟ دي حركة بسيطة جدا لكن هتفرق معاكي. اعملي مكان واحد لكل الأوراق المهمة، إعلانات المدرسة، مواعيد الامتحانات، الأوراق المطلوبة، الأنشطة، المواعيد، أي ورقة مهمة. وده بدل ما الورقة تختفي تحت كتاب أو ترابيزة المطبخ وبعد أسبوع تبتدي تدوري عليها. ممكن تعملي ملف بسيط لكل طفل، والأجمل إنك تراجعيه مرة أو مرتين في الأسبوع مش كل يوم، لأن التنظيم مش معناه إنك تفضلي طول اليوم تراجعي التنظيم. تاسع حاجة، ليه لازم تعملي روتين إنقاذ للأيام الصعبة؟ ودي من أهم الحاجات، لأننا أحيانا بنبني روتين جميل جدا وبعدها أول ما حد يتعب أو تتأخري أو يحصل ظرف كل حاجة بتقع. عشان كده اعملي نسخة بسيطة جدا من اليوم. في الأيام العادية عندك روتين كامل، لكن في اليوم الصعب عندك 3 حاجات بس: الأكل الأساسي، الضروري للدراسة، والنوم، وخلاص. مش لازم البيت يلمع، مش لازم تعملي كل حاجة، مش لازم تحسي بالذنب. عايزة أقولك إن الروتين الناجح مش هو اللي يمشي في اليوم المثالي، هو اللي يعرف ينقذك في اليوم الصعب. 10 حاجة والأخيرة، ليه أهم حاجة قبل الدراسة هي إنك تجهزي نفسك انتي؟ ودي النقطة اللي أغلب الناس بتنساها. كل الكلام بيكون عن الطفل، الشنطة، الكتب، الملابس، الفطار، لكن مين اللي هيعمل كل ده؟ انتي. وعشان كده لو انتي داخلة الموسم الدراسي من البداية مرهقة ومضغوطة، أي مشكلة صغيرة هتحسي إنها كارثة. ابدأي من دلوقتي، اسألي نفسك: ايه أكتر حاجة بتستنزفني في البيت؟ ايه اللي ممكن أبسطه؟ ايه اللي ممكن أوقفه؟ ايه اللي ممكن أطلب فيه مساعدة؟ مش مطلوب منك تكوني أم مثالية، المطلوب انك تكوني أم عندها طاقة تكمل. ليه بقى ما تحاوليش تعملي كل حاجة بنفسك؟ دي نقطة لازم كل أم تسمعها. لو ابنك يقدر يرتب شنطته خليه يرتبها، لو يقدر يحط هدومه مكانها خليه يعمل كده، لو يقدر يجهز أدواته خليه يشارك. لأن أحيانا احنا بنعمل كل حاجة بحجة إننا أسرع. ممكن تكوني أسرع منه، لكن بعد سنة أو سنتين هتلاقي نفسك لسه بتعملي نفس الحاجات بنفسك. التربية مش إن البيت يمشي بأقل مجهود النهاردة فقط، التربية إن الطفل يتعلم يعمل جزء من حياته بنفسه. ليه لازم تعملي توقعات واقعية لأول أسبوع؟ دي نقطة مهمة جدا. أول أسبوع مش لازم يكون مثالي، ممكن الطفل ينسى حاجة، وممكن النوم يتلخبط، ممكن الصبح يبقى فوضى، وممكن الأكل ما يمشيش زي ما خططتي. عادي، ما تخليش أول أسبوع يتحول لاختبار لنفسك: أنا فاشلة، مش منظمة، أنا مش عارفة أربي. لأ، انتي بتجربي نظام جديد، النظام محتاج يتعدل. راقبي أول أسبوع وإيه السبب في التأخير، إيه اللي اتنسى، إيه اللي أخد وقت زيادة، وبعدها عدلي النظام. مش تلومي نفسك. والحاجة اللي فعلا بتخلي البيت أهدى، وصلنا للحاجة اللي وعدتك بيها في البداية. أعتقد إنها أهم من كل الأدوات والشنطة والترتيب، إنك ما تحمليش نفسك فوق طاقتها عشان شكل البيت. البيت المريح مش هو البيت اللي كل حاجة فيه مثالية، البيت المريح هو البيت اللي الناس اللي عايشة فيه عارفة تمشيه، فيه نظام لكن فيه مرونة، فيه ترتيب لكن مفيش هوس بالكمال، فيه مسؤوليات
لكن كل شخص بيشيل جزء منها. ولو قدرتي تدخلي موسم الدراسة بالعقلية دي هتكتشفي ان هدفك مش ان كل يوم يبقى مثالي، هدفك ان اليوم الصعب يعدي من غير ما يهد البيت كله. فلو رجعنا للسؤال اللي بدأنا بيه، ليه في أمهات بيبدأوا الدراسة بهدوء وأمهات بيبدأوها وهم حاسين إنهم داخلين معركة؟ مش لأن الأولى عندها وقت أكتر، ولا لأن بيتها مثالي، ولا لأن أولادها معندهمش مشاكل، لكن لأنها بتجهز النظام قبل الزحمة، بتقلل القرارات وبتوزع المسؤوليات، وبتسيب مساحة للأيام اللي مش هتمشي زي ما خططت. وأنا عايزاكي قبل الدراسة ما تسأليش إزاي أخلي كل حاجة مثالية، اسألي نفسك إزاي أخلي حياتي أسهل، لأن أحيانا التغيير الحقيقي مش إنك تعملي أكتر، التغيير إنك تبطلي تعملي حاجات بتستنزفك من غير داعي. ولو حبيتي نبدأ موسم الدراسة السنة دي بشكل أهدى اكتبيلي في التعليقات أنا هجهز بيتي من دلوقتي، وقوليلي إيه أكتر حاجة بتتعبك مع بداية الدراسة، البيت، التحضير، الوقت، ولا روتين الأولاد. وما تنسيش الشرك في القناة، لأننا هنا مش بنحاول نعمل حياة مثالية، احنا بنبني حياة أهدى وأسهل وأرتب، خطوة بخطوة.